عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رانا في هذا الشاطئ هذا، كنا درنا عليه شحال من روبورتاج. كان دار أحجار، وقامت البلدية مشكورة ب يعني إزالة الأحجار هذيك، وعاود دار الكرة والكرة وكرة. حتى اليوم راك تشوف واش دار. يعني عمل ما يديرهش إنسان اللي متحضر. وتعليمات الوزارة تقول باللي دخول الشواطئ بالمجان، وعندنا لسيرفيس ماريتيم يعني حراس السواحل تمنع منعا باتا يعني الإنسان يحول يعني الساحل إلى وجهة أخرى، أو يريد تملك أو يبني فيها كاع. احنا اليوم رانا نشوف القانون يعني مانيش عارف هذا القانون كي راه يطبق ما فهمناش. اذا من الجانب الثاني نلقى باللي السهر على القانون وصل يعني لهاد الناس ديرهم مستثمرين يعني في الطاولات من هاد الجهة الى مراقبة لاصقة معهم. وكما يقول لك الانسان لراحة المصطاف، وباش يلقى روحه، خاصة اللي يكون جايب شمسية الى اخره. ومن الجانب الثاني هذا الشخص اللي راه منا، والله واحد ما يدور به. حتى الصحافة والله ما تجي من جهته، والله ما يجوا منا هاد الجهة، والله ما يجوا ولا يقولوا واش راه داير. اذا احنا ماناش فاهمين القانون كيفاش يطبق. احنا ماذا بينا يطبق القانون، وماذا بينا ترجع السياحة لوطننا العزيز. وهاد المظاهر هذه مشينة للاقتصاد الوطني، خاصة ما خص يعني قطاع السياحة اللي راه متدهور تدهور تام. والأسباب يعني راها واضحة، ومن بينها هاد الكوارث هذه لازمها يعني تختفي من الشواطئ الجزائر. واش نقولوا لكم التعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.